الزواج بالدوام ماشي بالصداق والسوام، واللي ما تزوج بخدودها تزوج بجدودها. لا يعجبك نوار الطفلة في الواد داير طلايل، ولا يعجبك زين الطفلة حتى تشوف الفعايل. انا رايي الشخصي عيش راجل كيما باك تدي مرا كيمك. الزواج نحب هذا يكون كما نقولوا حنا شغل ظاهري برك فهمتني، وانما كما نقولوا حنا كي نوليو نشوفوا العمق العلاقه، العلاقه تكون كما نقولوا حنا ماهيش صالحه. بالنسبه لي انا الزواج التقليدي احسن من الزواج عن حب، لانه يكونوا الوالدين راضيين. انا نهضر على نفسي، هو ما كانش قد ما يكون الزواج كما نقولوا حنا عن حب وعن توافق وعن موده وعن رحمه. الزواج نحب هذا يكون كما نقولوا حنا شغل ظاهري برك فهمتني، وانما كما نقولوا حنا كي نوليو نشوفوا العمق العلاقه، العلاقه تكون كما نقولوا حنا ماهيش صالحه، ما تروحش لبعيد. تلقاهم كي يتزوجوا تلقاهم لا بليبار ينصدموا مع الواقع. تلقى الراجل قادر كيما نقولوا حنا يكون مولف المراه، مولفها بمعيشه، مولفها بالخرجات، مولفها بالماكله المليحه، مولفها بامور بزاف ملاح، يصرف عليها كذا منا مليح. من بعد كي يوصلوا للزواج تتبدل المعطيات تاع الحياه كامل. ومام ثاني كي تعود تشوف ليها ثاني نساء درك ما عادوش يصبروا بارابور النساء تاع بكري. النساء تاع بكري كانوا يصبروا ويتحملوا المتاعب تاع الراجل، وما نقول حنا كي يطيح بالراجل ما يدوروش به، ما يدوروش عليه، تعيش معاه الحلوه والمره. المراه درك نو تغيرت، كي تعود مليحه هي معاك مليحه، كي تعود ماهيش مليحه تدور عليك من الاخر. الوقت اللي وصلنا فيه دركا ما كانش الانوثه وما كانش الرجل. انا رايي الشخصي عيش راجل كيما باك تدي مرا كيمك. بيخلينا والدينا ان شاء الله بيان سير، الوالدين هما كلش، الاب والام هما كلش، ونسابنا ما لقينا منهم غير الخير حنا ثاني الحمد لله. انا نهضر على نفسي، هو ما كانش قد ما يكون الزواج كما نقولوا حنا عن حب وعن توافق وعن موده وعن رحمه. هذا هو اللي يكمل، وهذا هو اللي تقدر تبني عليه اسره، وتقدر دير به اسره متينه، اسره جيده، ويكونوا اولاد صالحين ان شاء الله، واولاد يفيدوا المجتمع. التقليدي كاين بزاف اسر تشتتت وتفتت غير من الزواج التقليدي. بالنسبه لي انا الزواج التقليدي احسن من الزواج عن حب، لانه يكونوا الوالدين راضيين، وتكون بمشوره الوالدين، وكل شيء يؤدي على يد الوالدين، لانه احنا الحمد لله تربينا على الساسه الوالدين من الاب ولا الام، والحمد لله كوننا اسره، والحمد لله الانسان بزوج اولاد الحمد لله. وعن حب ثاني الانسان ما يقولش ما تقدرش تكون اسره، تقدر تكون اسره، ولكن تكون شويه فيها صعوبات، لانه الزواج عن حب قادر يكون الراجل انا يقدر يكذب على المراه، يقدر يهضر امورات ما كانش في حياته، والمراه تمن بهم وقادر يصطدم بالواقع، وتكون امورات كما نقولوا شويه واعره، ما كانش قد الزواج تقليدي يعني. وقادر يكون العكس، المراه ثاني تقدر تكون قاعده تكذب وما يتبناش الاسره كما نقولوا على الصح. ما انا بور موا الزواج كما نقولوا التقليدي احسن من الزواج عن حب بكل صراحه.